هدبة بن الخشرم من بني عذرة، القبيلة المشهورة في الحب. ذهبوا للحج هو وقومه، وكانت بينه وبين أحد رجال بني عذرة زيادة بن زيد، كانت بينهم عداوة. وهم في طريقهم إلى الحج تغزل زيادة بأخت هدبة بن الخشرم، فاطمة أخت هدبة بن الخشرم، وكانت معهم في الرحلة. عوجي علينا واربعي يا فاطمة، ما دون أن يرى البعير قائما، أما ترين الدمع مني ساجما، حذار دار منك لن تلائما. وساق الأرجوزة، والأرجوزة هي ما كان على بحر الرجز. فغضب هدبة بن الخشرم بعد أن تغزل بأخته، ثم كتب أبيات يتغزل بأم القاسم أخت زيادة. ويقول في أرجوزته أيضا هدبة بن الخشرم: متى تعود القلص الرواسم، يبلغن أم قاسم وقاسمة. فغضب زيادة وتناوشوا وتقاتلوا، ثم فرق بينهم الناس ومشت الأمور. لكن هدبة ظل غاضبا لأن فاطمة كانت معه وتسمع القصيدة، والقصائد فيها كلام لا يستطيع أحد، يعني كلام جريء في القول في الوصف. فغضب هدبة وظل حاملا في نفسه، وزيادة كذلك. فلما عادوا ذهب زيادة وأخذ مجموعة من قومه وضرب هدبة وشج رأس أبيه، ثم أصبح هدبة يرصد لزيادة حتى وجده في مكان خال وقتله وهرب. كان والي مكة في ذلك الوقت سعيد بن العاص، فأخذ والد هدبة وقومه وأعمامه وسجنهم حتى يعود هدبة. فلما علم هدبة جاء وسلم نفسه وخلص أقاربه، فطالبوا بقتله وعدم قبول الدية. عبد الرحمن بن زيد أخو المقتول كره سعيد بن العاص أن يحكم بينهم، فأرسله إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام. ذهبوا إلى معاوية وقال عبد الرحمن: إن هذا قتل أخي ولا أرضى دية. فقال لهدبة: ما تقول؟ فقال أبيات في ذلك، ومن ضمنها: رمينا فرامينا فصادف رمينا منايا سهام في كتاب وفي قدر. فقال له معاوية: وأراك قد اعترفت بذلك، اعترفت بقتله، لكنه كره أن يقتل هدبة وظن به، بخل به لأنه رجل. فقال: لا أتقبلون بالدية؟ قال: لا أقبل دية. قال: هل للمقتول ولد؟ قال: نعم، المسور ولكنه صغير. قال: إذن يحبس هدبة حتى يكبر ويبلغ المسور ثم يقتل أو يعفو. فحبس هدبة، قيل 3 سنوات وقيل 7. فكبر المسور وأصروا على قتله، وتدخل الناس الصحابة في الموضوع وتوسطوا وأرادوا أن يقبلوا الدية فرفضوا ذلك، ودارت أشعار كثيرة في هذا الموضوع. يقال أن حتى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم تدخل في هذا ولم يقبلوا أبدا إلا القتل. فلما كبر المسور وأصروا على قتله وكاد أن يعفو، قال سعيد بن العاص: لك 100 ناقة. قال للغلام، فلان قليلا. فقالت له أمه أم الغلام: والله إن عفوت عنه لأتزوجه، ثم تقول العرب قتل أباك وتزوج أمك. أعوذ بالله. فخاف وخشي أن يكون سبة عند العرب في لسانهم، فقال: لا أرضى بالمال بل القتل. فسيق هدبة إلى القتل. وقبل ذلك قال أشعارا، قال عندما جاءه أصحابه الأبيات التي تنسب له ولغيره: ألا عللاني قبل نوح النوائح، وقبل اطراح النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد، إذا راح أصحابي ولست برائح. وقال عندما زار صديقه أبو نمير، زاره وكان مكتئبا حزينا على هدبة، فقال هدبة يواسيه: تخيل أنت المقتول والأسير يواسي. قال: طربت وأنت أحيانا طروب، فكيف وقد تعلاك المشيب؟
يجد النأي ذكرك في فؤادي إذا ذهلت عن النأي الخطوب. يؤرقني اكتئاب أبي نمير فقلبي من كآبته كئيب. فقلت له هداك الله مهلا وخير القول ذو اللب المصيب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب. فتخبرنا الشمال إذا أتتنا وتخبر أهلنا عنا الجنوب. فإنا قد حللنا دار بلوى فتخطئنا المنايا أو تصيب. فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. الله أكبر. فسيق هدبة إلى القتل. فلما نظر إلى زوجته وكانت من أجمل النساء وجها قال ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. إن يقول لا تتزوجين اللي شعره على وجهه وعلى قفاه ليس بأنزع، اللي في مقدمة رأسه يذهب شعره، يعني قريب من الصلاة، وكانوا يعدون الصلاة من صفات السادات. ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع وكوني حبيسا أو لأروع ماجد إذا ظن عشاش الرجال تبرع. فأخذت سكينا وجدعت أنفها وقالت أتظن بعدك زواجا؟ فقال الآن طاب الموت. ثم مشى قليلا يرفل في قيده فنظر فإذا بأبيه وأمه فقال أبليان اليوم صبرا منكما إن حزنا منكما اليوم لشر. اصبر اليوم فإني صابر كل حي لفناء وقدر. ثم مشى قليلا يرفل في قيده فنظر إليهم بعد أن أخذوه للقتل وهو في قيده قال فإن تقتلوني بالحديد فإنني قتلت أخاكم مطلقا لم يقيد. فقال عبد الرحمن فكوا وثاقه. فطلب أن يصلي ركعتين فسمحوا له بذلك فصلى ركعتين وخففهما لم يطل بهما. ثم قام وقال والله لولا أن تقولون خفت من الموت لا أطلت وإني بحاجة لأن أطيل ولكنه قصر. ثم انثنى على ركبتيه فسلم عبد الرحمن السيف للمسور ولد المقتول فأخذه فنظر إليه هدبة وقال اضربها هنا وشد يدك جيدا فإني قد يتمتك صغيرا ورملت أمك شابة. فضربه فقتله بضربتين. فانتهت حياة بطل لن يتكرر. واسى صديقه وكلم زوجته وعزى والديه يا سلام وخاطب أعداءه ووجه ونصح قاتله أو المقتص منه. ما هذه البلاغ والله كأنه مشهد سينمائي متخيل. عجيب رباطة الجأش عجيبة لن تتكرر. شوف فكرة أنه يعني خفف الركعتين ومع ذلك يقول إني أشد الحاجة إليه، لكن حتى ما يقال أني خفت من الموت.